ولازم احضر فطار حلو كده لان النهارده هعمل حاجات كتير. فعملت بيض كده، حطيت عليه شويه فلفل ولبن، وكنت حاطه زيتون وطماطم. عملته كده على السريع، وعملت معاه كوبايه شاي بلبن كده حلوه. قعدت افطر بقى واتفرجت شويه على التلفزيون، مسلسل حكايات بنات شغال، فاتفرجت على حلقه منه. وبعد كده قمت بقى لميت الغسيل وطبقته ورجعته مكانه تاني للدولاب. كنت نقع بقى الفول المدشوش من امبارح عشان اعمله فلافل، فصفيته كده كويس. حطيت بقى بصلايه وتوم وشويه خضره كده، انا بفرمها بقى في الكبه. وبعد ما بفرمها بحط عليها ملح وفلفل، وبحط عليها شويه بقسماط. والبقسماط عشان يمتص اي ميه زياده فيها، ومش بتغير لونها ولا اي حاجه خالص. عشان الناس اللي كانت بتسالني هل بتغير لونها، بتفضل زي ما هي لحد اخر كيس بنفس لونها. حطيتها في الاكياس بقى وحطيتها في الفريزر. وكان عندي غسيل بقى عايز يتغسل، فشغلت كده الغسالة عليه. وبعدين بقى دخلت مسحت بقى كل التراب من على اي حاجة، من على التسريحة بقى والدواليب وكل حاجة. نضفت كده تنظيفة سريعة. بعد كده بقى شغلت المكنسة وكنست كل الاوض. ودايما بتسألوني على المكنسة، هي نوعها سوكاني، كنت جايباها من بيت منصور. وبس كده بعد ما كنست بقى، طبعا ده كان شكل الفلتر لانه كان بقاله اسبوع، فعايزة انضفه. نضفته بقى. والحركة اللي انتم متعودين عليها مني، ان انا بعد ما بنضف الفلتر بحط عليه المعطر ده بتاع فريدة، بجد بيبقى ريحته حلوه جدا. وبسيبه ينشف، يفضل بقى ريحه ثابته فيه وبيعطر السجاد، وبجد بتبقى تحفه. بصيت كده على الرخامه بصراحه، فحسيت ان انا لا، عايزه اشيل كل حاجه بقى واغسلها كده غسله نظيفه، بما ان النهارده بقى ده فلوج يوم الخميس. فقلت بقى تنظيفه الخميس كده ان انا اروق بقى البيت كله وامسح الرخامه واغسلها. فغسلتها كده بقى ورجعت كل حاجه مكانها، وكنت حاسه بصراحه براحه نفسيه رهيبه. بعد كده بقى دخلت غيرت ملايات السرير ورشيت معطر كده. وانا مش باخدكم معايا في كل التنظيفات بصراحه، عشان هحس ان انا الوقت سرقني وهبقى لسه ما خلصتش. فانا بحب اخلص كل حاجه، فبديكوا بس مقتطفات كده من الحاجات اللي بعملها. علقت بقى ستاير الاوضه، وسبت بقى ستاير الصاله والليفنج لحد ما افرش السجاد. كانت بقى الغساله خلصت، فنشرت الغسيل كده بالمره. خدت بقى بريك كده وعملت لي طبق سلطه كده حلو وقعدت اكله. والحمد لله عندي بقى اكل باقي من امبارح، فمش هطبخ النهارده. بعد كده بقى قمت عملت لي كوبايه نسكافيه حلوه كده، كان بقالي يومين نفسي اشرب كوبايه نسكافيه. فعملت بقى كوبايه نسكافيه حلوه كده وقعدت اشربها بقى في هدوء. بعد طبعا ما خلصت بقى كل التنظيفات، وجت فقرتي المفضله وهي فقره البخور. بجد البيت نظيف ومتروق وكل حاجه زي الفل، فبجد بحس ان انا عندي راحه نفسيه كده رهيبه. بعد ما خلصت بقى كان نفسي اعمل قوي معمول، فقلت اعمله كده على السريع. هكتب لكم المقادير بتاعته تحت الفيديو. عجنت بقى العجوه بحته سمنه كده وشويه قرفه، وعجنت العجينه واخدتها بقى وشكلتها كده. بتشكلوها زي ما انتوا عايزين، انا عملتها كده شبه السنابل او شبه ورقه الشجر. حطيتها بقى في الصواني ودخلتها الفرن لحد بس ما تحمر كده وتاخد لون من فوق، على حسب بقى الفرن بتاعكو. قعدت تقريبا معايا 25 او 30 دقيقه، وبجد طلع طعمها رهيب يا جماعه. وطلعت كده قوامها ناعم، وبجد طلعت خطيره. سيب لكم مقاديرها